شو رايكم على الصبح نطلع على السهل، على السهل، على الطبيعة، ونقطع يعني أكلة هندبة، أو إحنا مسميها بدرعا. أكثر مناطق درعا بحوران بنسميها عليتشة، اللي هي الهندبة نفسها. الهندبة معروفة للكل. أكلة الهندبة أو العليتشة من السهل على الطبيعة، راح ننقيهن بدينا يعني من الطبيعة، نجنيهن تجناي مثل الخرفيش والعكوب، ونجيبن على البيت ونظبطهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نفوت بالتفاصيل. طلعنا على السهل وقطعناهن على الطبيعة، يعني كمان شمة هواء كمان، وريحة النباتات العطرية البرية بتفتح النفس. بننظفهن من الأتربة أول شيء، بعدين بنفرمهن. هاي طريقتها، يعني سهل كثير وطيب كثير راح تطلع. بس نجيب منهن الأتربة يعني والجذور، بنفرمهن، يعني بننعمهن مثل الفرم البقدونس والكزبرة وهالأشياء هاي. الهندبة نبتة برية يعني رائعة جدا وطيبة ومفيدة جدا، وممكن تنزرع بالبيت كمان على شكل مساكب يعني. بعد ما فرمناهن بنسلقهن، يعني فيهن مرورة، هن ما راح تناسبنا المرورة، فبنسلقهن بكب الميات على نمط الملوخية، نفس طريقة الملوخية. إذن بنقطعهن، بنسلقهن سلق، بنكب المي مشان المرورة تروح. بعدين بنبلش عملية الطبخ. صفيناهن طبعا من المي المرة. نجيب شوية بصل، شوية بصل وزيت زيتون، جبالي زيت زيتون. بنقلل البصلات شوي مع زيت الزيتون، وبننزل عليهن الهندبات. يعني طريقة سهلة ما بدها شيء، أكلة سهلة من السهل، طبيعية، طبيعية لحالها، برية، مفيدة جدا وطيبة. قلينا البصلات شوي، بعدين بننزل الهندبات عليهم، بنقلبهم يعني مش كثير، يعني بالكثير 10 دقائق أعتقد حسب النار اللي عندنا. نقلبهن بكون مستويين. بنحط شوية ملح طبعا، بس مشان ما ننسى، يعني شوية ملح. طبعا استوين، وبنصبهن. ممكن نعصر عليهن عصرة ليمون، تكون يعني تمام التمام. قلبناهن شوي صار جاهزة التونة. ايوه، هون تقريبا استوت. طلعها على الجاط او على الصحن، بنصب. والله صبيناهن، بنعصر شوية ليمون عليهن، عصرة ليمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وبس، وصحتين والف عافية. خالص. أكلة الهندبة أو العليتي بطريقة سهلة وسريعة. أعزائي وأحبتي، إن عجبكم الفيديو دعم ولايك وتفعيل الجرس، وإن شاء الله تظلوا بخير، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.